شيرين بتقولك ايه؟ عايزه حبك يبعد عني، عايزه قلبك يخرج مني، لازم اعلم قلبي انا يقوى ولازم ينسى ولازم اعيش. جامده وقويه بس جامده وقويه بس لا. صح. بس المشكله فين؟ المشكله لما تبقى دي شخصيتك طول الوقت. انا طول الوقت بفكر ازاي ابقى جامده كده وباينه ان انا ما عنديش مشاعر قوي ومش متعاطفه علشان ما يجيبونيش منها. مش لازم ابين لشريك حياتي اني بحبه قوي وادلق عليه، علشان لما انا اتدلقت عليه او على حد قبله قبل كده اتعلمت انه ده خسرني كتير، فايه الحنيه خسرتني، فبلاش ابقى عاطفيه وانثى كده باينه ان هي عندها مشاعر وعندها يعني مشاعر لشريك حياتها. الحقيقه انه ده بيخسرك انت قبل ما يخسر شريك حياتك. طول ما انت مداريه مشاعرك، طول ما انت مبينه الست القويه الجامده الاندبندنت اللي عارفه تتعامل وتتصرف لوحدها، انت من جوه بتتشقي نصين. اقسم بالله بتتشقي نصين. ليه؟ لانك ارض ما بترويهاش، بتجف. مين قال ان انت محتاجه تبقي جامده وقويه بس؟ جامده وقويه بس جامده وقويه بس لا. ليه؟ عشان ده ضد فطرتك. ربنا ما خلقكيش تبقي من بره مبينه ان انت جامده وتبقي من جوه عايشه حال الجموديه ده. القوة أو الشجاعة أو الصفات اللي فيها طاقة ذكورية أكتر، الست بتحتاجها وبتستخدمها في مواقف معينة عن قصد عشان تحقق أهداف معينة، مش عشان يكون ده أسلوب حياتها وطريقة تواصلها مع شريك حياتها إنها القوية الجامدة. عارفين أغنية إليسا لما بتقول مش عارفة ليه أنا بعمل ليه جامدة قوي وقوية عليه، بيبقى في قلبي شوق الدنيا واجي قصاده وداري وخبي. ليه وازاي مع ان مفيش في الدنيا احن عليه من قلبي؟ بداري ليه حنيتي والقسوه تغلب رقتي، وارفض له اي كلام يقوله عشان ابين قوتي. مين اللي متضايق في اللقطه دي؟ انت ولا هو؟ انتوا الاثنين. ليه؟ اولا لان انت خرجتي من حال الانثى بتاعك، ان انا ابقى مطمنه مرتاحه مبينه المشاعر بتاعتي مبينه الحال الانثوي بتاعي وبتواصل مع الناس بيه او مع شريك حياتي بيه. ثانيا هو ما لقاش الست اللي هو المفروض يتعامل معاها. انت طلعتي له الست الجامده اللي هي في الاخر الراجل. هو لما يلاقيكي انت الراجل هو هيطلع ايه؟ مش هيطلع الجزء الناعم منه، مش هيطلع الجزء اللي يعاملك بيه كست، مش هيوصل لك طاقه ان انا شايف ست فبعامل ست. هتلاقيه دايما هو كمان بيعكس لك الاحوال اللي تضايقك انت، يا اما يبقى ناشف معاكي عشان انت اصلا ناشفه، يا اما هو يهدى بزياده ينعم بزياده، لان انت هنا اديتي له الكرسي بتاع الست هو اللي يقعد عليه، فهو اوتوماتيك خد طاقه الست، الطاقه اللي انت افقدتيها فيكي هو بقى يعاملك هو بيها. والذكوره اللي عنده او الرجوله اللي عنده اللي انت محتاجه، انت قفلتي الباب عليها لما منعتي ان انت تستقبليها منه عن طريق انك بينتيها انت عندك. فلو انت هتبينيها عندك هو هيعمل ايه؟ فالطاقه اللي انت او المواقف او المعامله اللي انت مفتقداها في شريك حياتك، راجعي نفسك وشوفي هل انت من جوه او انت من بره مبيناها عشان كده مش بتجيلك؟ ولما تفعليها انت طول الوقت تبقى دي شخصيتك، هو هيبقى مساحته فين؟ طيب ده هيفرق ازاي في كلامك مع شريك حياتك؟ لما تيجي تتكلمي وانت مطلعه الشخصيه دي، تعبيرك والفاظك ومخارج حروفك ولغه جسدك ونظره عينيكي، تعبيرات وشك، ردود فعلك، التعاطف بتاعك، كل ده بيتحول لواحد بيعبر مش واحده. فلو انت فاكره ان القوه 24 ساعه وان كل ما كنت جامده ومبينه مشاعر جوانيه ومن بره باين عليا ان انا تمام ومش بيفرق معايا حاجه ومش بيأثر معايا غيابك وما عنديش احتياجات واشعال ذاتي بنفسي، انا بولع نفسي بنفسي مش محتاجاك، كل ما انت اللي فقدتي حاجه مهمه قوي، كل ما انت حسيتي ان انت مش في ارضك، كل ما انت اللي ساهمتي، هتبقي انت اللي ساهمتي في انه علاقتك وتواصلك وتعبيرك مع شريك حياتك ما يبقاش سهل ومريح وطيب. فارجعي للكرسي بتاعك، ارجعي لمساحه الانثى بتاعتك عشان تعرفي تبقي ست بتكلم راجل. ولما اقول ست مش معناها نعومه بس ولطف ولذاذه بس في نفس الوقت مش معناها قوه وشجاعه وجموديه بس. وظفي. الست بتعرف توظف، وده الست الذكيه اللي بتعرف تعمله، انها بتعرف توظف امتى تبقى ست وتفعل صفات الانوثه بتاعتها، وامتى تفعل صفات الذكوره بتاعتها، فبتبقى شجاعه بتاخد مواقف شكلها مش متاثر او قوي دلوقتي، ده في مواقف مش اسلوب حياه. فراجعي نفسك وشوفي ايه اللي انت محتاجه. انت بتتعاملي ازاي مع شريك حياتك؟ بتتكلمي معاه ازاي؟ لما بتقعدي تتكلمي معاه اصلا بتطلعي الست ولا بتطلعي الست المتحفزه؟ انا عارفه ان اوقات بيكون شريك حياتك هو اللي بيساعدك انك تطلعي الست الراجل شويه، بس كمان انت دايما في ايدك تفاصيل، لو راجعتي نفسك ولاحظتيها هتعرفي حتى لو شريك حياتك عامل ازاي وهو مش بيساعدك تطلعي الانثى بتاعتك، في تفاصيل تخصك انت
تقدري تطلعيها وتتحكمي فيها، تغيري فيها ما في نفسك، فيتغير الواقع بتاعك بره ويحصل تغيير حقيقي كمان في معامله شريك حياتك ليكي. اشوفك على خير ان شاء الله. كنت معاكي هبه محمد، مدربه التواصل العاطفي. باي باي.